أجري حبا وطهرا يا سما، واملأ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أن بللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا. أمطري حبا وطهرا يا سما، واملأ السعادة في القناعة، أن يقتنع الإنسان بما أعطاه الله، هذه هي السعادة. أن يرضى بما أعطاه الله تبارك وتعالى، هذه هي السعادة الحقيقية. يخبرون عن أحدهم، هذه قصة قرأتها أحب أن أرويها لكم. جاءوا لرجل، وكان هذا الرجل يصيد السمك بسنارة على يال البحر، فيصيد ما ييسر الله له، ثم بعد ذلك يرجع إلى بيته معه طعامه لليوم. كل يوم يذهب يصيد ليومه فقط، يصيد في الصباح. فجاءه أحدهم فقال له: يا فلان. قال: نعم. قال: ماذا تفعل في العصر؟ قال: أجلس أرتاح. قال: لماذا لا تصيد في العصر كما تصيد في الصباح؟ قال: لماذا؟ يكفي صيد الصباح يكفينا. قال: لا، حتى تصيد أكثر. قال: وإذا صدت أكثر؟ قال: تبيعه، الزائد تبيعه. قالوا: إذا قال: يصير عندك فلوس. قالوا: إذا صار عندي فلوس؟ قال: تشتري مركبا. قالوا: إذا؟ قال: تدخل إلى البحر، والصيد في داخل البحر غير الصيد عند اليال على يال البحر. قال: تدخل للبحر يكثر صيدك. قال: تبيع أكثر. قال: ثم؟ قال: تشتري مركبا ثانيا. قال: ثم؟ قال: تجعل عليه عاملا. قال: ثم؟ قال: تصيد أكثر. قال: ثم؟ قال: تشتري مركبا ثالثا ورابعا وخامسا، وتجعل عليها عمال يصيدون. قال: ثم؟ قال: ثم تجلس تضع رجل على رجل وأنت مرتاح. قال: أنا مرتاح يا أخي، ما بتوصلني يعني. أين سأصل في النهاية؟ تريد أن أرتاح؟ أنا مرتاح الآن، خلاص انتهى الأمر. مرتاح بقناعته، مقتنع بما أعطاه الله تبارك وتعالى، انتهى الأمر. فهذه القناعة لو يحرص عليها كثير من الناس لوجدوا السعادة في هذه القناعة، مقتنع بما عنده. لأن الذي لا يقتنع والله لا يكفيه مال قارون ولو حصله، لا يقتنع، يريد أكثر. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا لا يشبع. لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ما يشبع، لأنه لم يقتنع. ومتى ما حصل الإنسان القناعة جاءت السعادة مع هذه القناعة، ورضي بمقسوم الله تبارك وتعالى، ما قسم الله له يكفيه، يشعر بالسعادة.